أي شخص يتوسم بوسام الإنسانية مهما يكن ديانته أو دينه أو معتقده لا يقبل بأي شيء يخدش أو يثير أو يسيء إلى النهج الإنساني. ومنهج الإنسانية علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وثم بآل بيته وإلى يوم قيام الساعة، لأنهم هم نور من نور من نور. الذي خلق هذا الأكوان يقول ليس كون واحد، هو عالم بماهيتها، فلذلك هم من هذا النور الذي خلق. سيدنا الإمام مو يقول اسألوني على طرق السماء فإني أعلم بها من طرق الأرض. إذن يعني هي مو الشوارع، هي يعني كثير معاني مع الزمن، لكل زمن حسب العلوم المكتسبة للبشر والفتوحات الذي يفتحها وولادات الذي يطلقها الله سبحانه وتعالى في داخل عقول وأرواح ونفوس البشر، تتفتق هذه الأنوار وهذا العلوم تفسر كلام آل بيت النبي. فهذا السراج النوري يجمعنا. ليش شيخكم الذي هو امتداد من المدرسة النورية المحمدية العلوية القادرية كان ينادي بأن يأتوا بأكبر علماء العصر له؟ العلم احنا نعم احنا ما نتحدث الجوانب الدينية في ديننا الإسلامي أو الدين أو الشريعة المحمدية والشريعة الموسوية والعيسوية والإبراهيمية وغيرها، قضايا التهيئة للخوض في الجانب العميق للعبادة وكيفية العبودية مع الله هذا وحد. والعلوم الإنسانية الأخرى الذي خلق الله الإنسان وهو الكائن الذي يعتبر من أعلى وأرقى وأدق كائن خلق الله على وجه هذه الأكوان كلها، أرقى من الملائكة وأرقى من الجن وأرقى من المخلوقات كافة. فإذا هذا العلوم اللي الله سبحانه وتعالى مفاتيحها عند آل بيت النبوة. عندما شيخكم يتحدى، ليش بلاش يتحدى من يقول تعالوا خلي، من أجل أن يفتح لهم، مو من أجل أستغفر الله يكسرهم، من أجل أن ينطيهم الدفع وينطيهم الطريق. كما أمر جده اسألوني على طرق السماء أو عن طرق السماء فإني أعلم بها أكثر من طرق الأرض، أي إنه هذه العلوم الفضائية والسماوية والذي أبعد من علوم البشر اسألونا نحن كآل بيت النبوة كي يفتحون بنور محمد لكم هذه المصابيح. وعندنا أدلة، احنا عندكم أحد إخوانكم دكتور خالد الخطيب كان من يعتبر من أحد أبرز علماء هذا العصر للعراق وللأمة العربية وإسلامية ربما همين في الفيزياء والهندسة الإلكترونية. حضرتهم سأله قال دكتور شنو أبحاثك؟ فأجى اشتكى قال والله عدد الأبحاث اللي مسويه لغاية هذا السؤال كان بحدود 10 أكثر، بالعشرات. فحضرتهم أشار له بشيء، خلال سنة بلش يزيد عدد الأبحاث في السنة الواحدة أكثر من 10 اللي بدأ. فبدأ خلال 2 إلى 3 100 بحث. طريق بالله. يقول قمت أنام يجيني المعادلات محلولة. يقول طلع عندي البحث الأول الآن مسوي، طلع عندي نتائج عرضية، طلع النتائج العرضية كل ناتج أهم من البحث نفسه. وبالفعل كنا
89 مو تمام خليفة؟ أنا كنت أدرس في لندن، فشي بشي مربوط. فظاهر أنا في قلبي مشتاق أريد أحد فتحوا له للدكتور خالد. فأول باحث عراقي يخرج لمؤتمر عالمي بذلك العصر، طبعا اجى عاد دخلنا الكويت وصارت هوسة، كان دكتور خالد الخطيب، وإنه جاي قلت له تمام. فشوف نور الطريقة عندما يكون هذا الشخص صادق ويأتي لشيخه ويسأل، يفتحوا له مفاتيح يعطوه. فالآن ما شاء الله من مئات الأبحاث ومن الأساتذة الكبار في هذه العلوم. وهكذا في بقية العلوم حضرة السلطان كان يأمرنا ويوجه أبناء الطريقة الخوض والاستمرار في التخصصات، كل من حسب تخصصه. والله مو أنا أوقف عند البكالوريوس، لا، لازم تكمل ماجستير ولازم تكمل دكتوراه وتدخل في الأبحاث حتى تكون أستاذ دكتور، مو على مود اللقب بل من أجل أن تنفع الإنسان. شنو الفائدة مثل واحد عنده ألقاب وشهادات لكن ما يمارسها؟ فكيف علوم آل بيت النبوة يفتح للإنسان عندما يكون صادق ببيعته مع أمير المؤمنين، اللي هو احنا بيعة الطريقة وهو بيعة الولاية، ما بيها ولا نجامل بها أحد. معليش المجاملة ما بيها بيعة، هذا بيعة من 1400 خلي نقول 30 سنة ما نعمقها ويا ولادة حضرة الرسول، عقولهم ما يتحمل. فهذا إلى الاستمرارية، من كنت مولاه فهذا علي المولى. فهذه أنوار آل بيت النبوة عليهم الصلاة والسلام. فإذا هم الأساس للإنسانية، مو أنه والله جاي فقط لشيعتنا أو لسنتنا أو لأحد من، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا أقول الإخوان عليش جماعتنا وناسنا خايفين والله يهودي ولا مسيحي؟ إن كان صادقا في الإنسانية احنا كلنا يجمعنا، لكنه يتجاوز حدود يتزاغل ذاك الوقت ينقص إيده. لكنه أمير المؤمنين ما خاف من أي دين، والدليل كانوا يتعاملون في عهد الرسول ومفتوحين عندنا. أما هذه مثل ما يقول الفوبيا الانكسارية المنتشرة داخل مجتمعاتنا، لا تلتقي مثلا باليهودي كذا لا تصير جاسوس. ليش يابا ما هو يصير جاسوس لي؟ ليش أنا إلا أنا يصير؟ مو أنا تريليون واحد، مو إنه قصدنا، إنه قصدي على الخوف وقصدي على هذا الهاجس الكذب اللي يزرعوها بين النفوس، هذه ممنهجة. فإحنا نحن بني البشر يجمعنا العنوان الإنساني قبل ما يجمعنا أي عنوان آخر. مذهب الحب، نعم، مذهب الحب كما تفضلت جنابك، ومذهب العشق، ودين محمد الذي هو دين الأنبياء جميعا، واستمراريته في آل بيت النبوة. هو يفرح إذا دينه يكون معطل، يخليه يجي يكون سوى دينه ما معطل. والمفاتيح عند آل بيت النبوة. ليش؟ آل بيت النبوة استغفر الله أموات؟ هو الروح للإنسان العادي ما ميت، فكيف نور الله؟ فإذا نحن إن شاء الله لا نخاف من أي دين من أدياننا، لأنه بالنتيجة كلنا في الإطار الإنساني، لكنه هنالك تجار للحروب، بعناوين تحزبية، بعناوين شركات، مؤسسات، لهم غايات شيطانية. كما نحن المبايعين لنور محمد وآل محمد، نور طريقتكم اللي موجودة أيضا بأبواب وبيوتات آل بيت النبوة الحمد لله منتشرة حول العالم. الخط الظلامي الضلالي أيضا لهم بيعتهم،
فهؤلاء ولهم قدراتهم طبعا، الإبليس اللعين له قدرات، فيتشكلون ويؤثرون على أناس. والآن جنابكم إذا تلاحظون بدأوا بالمجتمعات المفتوحة يظهرون عباداتهم علنا ويتشكلون بأشكالهم أيضا، هذا كله من أجل التشجيع. ولكن الآية الكريمة احنا عندنا جواب: وما يعدهم الشيطان إلا غرور. فهم بالنتيجة ضد الإنسانية، ضد اليهودية قبل ما يكونون ضد الإسلام، وضد المسيحية قبل ما يكونون ضد الإسلام. فإذا وأيدي آخر والبوذية وأي إنسان، حتى الذين لا يؤمنون لأن في الغرب موجودين كثر ما لا يعتنقون بدين وموجود في هوياتهم، لكنه يجتمعون بالإنسانية، فهؤلاء يكونون ضدهم. والغاية كسر النقطة الإنسانية في بني البشر حتى يحولوهم إلى عبيد، وهذا العبد يوجهوه باتجاه وساخات وقاذورات دنيوية سفلية، من قتل ومن دماء ومن سرقات ومن قضايا اللي يحاولون من خلال الأدوية المزيفة اللي هي دراجز، يعني المخدرات، يعني هي أدوية مزيفة يعطيك على أساس نوع من الراحة والكذا، من يخرج عن الجانب التطبيب الطبي اللي هي معاييرها وقوانينها، فيكون هي أداة من أدوات الكسر لهذا الروحية الإنسانية. إن شاء الله معا جميعا معا أبدا. نحن عنوان الأكبر لجدنا بعد رسول الله أبا التراب. أبا التراب ليس حادثة السيدة الزهراء عليه الصلاة والسلام. أسباب نزول القرآن الآيات مو إنه والله انحصر بهذا السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالعبرة هنا مثل ما قال الخليفة في عموم اللفظ، ويكون استمرارية تجددية، أي نكون ترابيا مع الناس، متواضعا منفتحا بيننا كأهلنا الرحماء بينهم ومع الآخرين، حتى الدعوة مستمرة، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. هسه البقية مغلقة صحيح؟ أنا أعطيك دليل، بقية ما أريد أسميها حتى لا يسألون أهلنا مو؟ نعم. ماكو واحد تقدر تدعو أخوتنا مثلا هاي الفرنسية أو السويدية تجي دخول مذهب معين، لكنه اتباع النور محمد الذي هو نور الأنبياء مفتوح. ودلائل كثيرة عندنا في الغرب وفي أمريكا وبدول العالم يعتنقون هذا المنهج الروحي، جانب الروحي. يعني هاي إسلامك اللي تشوفه الآن تتوقع من أول يوم حضرة الرسول جابوا وضربوا بالشاكوج إلا يسوي فلان؟ تربية. رب روحه، بدأ حب رسول الله وآل رسول الله في قلبه وروحه أشد من نفسه فاتبعه، فقام يقلد ما يقوم به رسول الله. حتى بالصلاة ما اشرح لك شنو يقول حضرة الرسول؟ صلوا كما رأيتم. ليش؟ لولا محبتنا للرسول ولا واحد يقدر يصلي. من باب الرسول احنا نعرف كيف نصلي. فإذا الإسلام كذا. إسلام أنا احترامي للأديان مو أنه موضوع والله احنا نتعصب لديننا، لا، نحن نتعصب لله. دين الله واحد، الله ما عنده وجهين. هو يقول إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام يعني الإبراهيمي إسلام، الموسوي إسلام، العيسوي إسلام، اليوسفي إسلام، يعقوب إسلام، سليمان إسلام، كلنا إسلام الوجه. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض
فإذا هو شرح الحالة وليس اسم لدين، لكن نحن محمدي أي شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء شريعة موسوية، هؤلاء شريعة عيسوية إبراهيمية، هكذا. فإن شاء الله هذا يتم بيكم بعلماء الأمة، إن شاء الله بعلماء الأمة من كل المجالات. أنا ما أتحدث فقط المنائر، الرسول ما كان عنده بس هاي المنبر اللي يجي بخطبة الجمعة يصعد. الخطية هذا ما تذبون كل شيء عليه، هذا واجبه محدود. كل عالم من علمائنا بكل مجال هو عنده منبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اطلب العلم ولو بس. نعم. فأنت ارشد من باب أنت عالم بالفلك، من باب علوم الفضاء بالفلك. أنت عالم بالطب من باب الطب، الرياضيات هكذا. أنت ارجع لسيرة الأئمة، المدونة الما محرفة، كل العلوم عندهم، لأنه من جدهم وهو من النور الأعظم. هذه عظمة آل بيت رسول الله. إلكم يا الأمة، إلكم يا بني البشر. فإن شاء الله بوعيكم وبوعي علمائنا اللي أمثال جنابكم والإخوان كلهم، يعني علية القوم، توجهون بقية شبابنا ومحاضرات إن شاء الله من قنوات التلفاز ومن قنوات السوشيال ميديا. كلمة حق، هذا الدرع أنت تزيد حلقة من حلقات درع لبني البشر، لأنه هم أداة لكسر البشر. الله يجازيكم خير ويحفظكم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.